السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بقى نعمل قراقيش حلوة قوي لفطار العيد. الحلة اللي فاتت دي كان فيها سمنة، انا كنت قطعها على النار. تمام. معايا هنا بقى خميرة حطيت عليها هنا العلبة دي كانت مكان قشطة، انا كنت واخدة منها القشطة اللي انا كنت محوشاها زودتها على السمنة. هجهز بقى الخميرة. هحط الخميرة على السكر وهحط عليهم شوية لبن دافي وهقلبهم كده. معايا هنا كيسين من الخميرة الفورية وحوالي ربع كيلو من السكر. هحط عليهم لبن دافي وهقلبهم مع بعض وهسيبهم علشان الخميرة تتفاعل مع السكر واللبن واستعملها بعد كده. انا معايا هنا 6 كيلو من الدقيق، عليهم رشة ملح وعليهم كيسين من البيكنج باودر. هنزل عليهم كمان اللي انا حطيته ده سمسم، دول كانوا حوالي ب10 جنيه سمسم تقريبا. واحنا شغالين كده مع بعض هقول لكم مقادير الكيلو الواحد. انا هنا عامله 6 كيلو من الدقيق، ما شاء الله اللهم بارك. حطيت عليهم 3 كيلو من السمنه، وانا عملته النهارده بالسمنه بتاعتي مقدوحه. يعني انا سخنت السمنه قوي، قدحتها قوي ونزلت عليها كده على الدقيق. ممكن نعمل السمنه بارده خالص بس تبقى سمنه مش زبده. تمام، يعني نسيح الزبده واللي يطلع منها نستعمله. هنزل بقى بيهم على الدقيق والسمسم والبيكنج باودر وذرة الملح. هفضل بقى ابس فيهم كده على قد ما اقدر. يعني هو نجاح القراقيش او الكحك هو بسي جامد كده على قد ما تقدري. ونبس يعني ايه؟ يعني احنا نقلب الدقيق مع السمنه، نفركهم كده في ايدينا. ونخلي الدقيق يتشرب من السمنه كويس. تعالوا بقى اقول لكم مقادير الكيلو الواحد لو انت عايزه تعملي كيلو واحد في البيت. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنه. زي ما قلت لك سمنه مش زبده. ممكن لو عايزه القراقيش بتاعتك ناشفه شويه او بتقرمش كده شويه بنشيل نص كوبايه من السمنه دي وبنزود نص كوبايه زيت. تمام كده. ممكن تعمليها بارده زي ما قلت لك وممكن تعمليها مقدوحه. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو من السمنه. بياخد من كوبايه لكوبايه ونص لبن دافي على حسب العجينه بتاعتي ما تلم معايا. 3 معالق كبار سمسم. كيس بيكنج باودر بناخد منه معلقه كبيره. معلقه كبيره او كيس خميره فوريه وذره ملح ومعلقتين من السكر ومعلقه معلقتين من السكر. تمام. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنه او سمنه على زيت على حسب ما انت عايزه تعملي. انا كنت عايزه القراقيش بتاعتي دايبه فانا حطيت كل الكميه سمنه. وشلت ربع كيلو بس من السمنه حطيت قصادهم قشطه. تمام. كان عندي قشطه في الفريزر فانا شلت من السمنه ربع كيلو او اقل كمان من الربع كيلو وزودت قشطه. يبقى كيلو دي بياخد نص كيلو سمنه بارده او مقدوحه. ممكن نشيل كوبايه من السمنه ونحط كوبايه زيت. من كوبايه لكوبايه ونص لبن دافي على حسب الدقيق بتاعي ما يتلم معايا او العجينه ما تلم معايا. 3 معالق كبار سمسم. معلقه كبيره بيكنج باودر وكيس من الخميره الفوريه وذره ملح ومعلقتين سكر. حلو كده. انا النهارده هعمل القراقيش بتاعتي بالعجوه، فانا جبت العجوه بتاعتي حطيت عليها انا كنت جايبه كميه 2 كيلو من العجوه فانا حطيت عليها حوالي يعني ربع كوبايه من السمنه علشان بس اطري العجوه كويس. هنا بقى بصوا العجينه هنفضل نبس فيها لحد ما امسك العجينه في ايدي كده الاقي ما فيهاش اي دقيق. يعني كده انا اكون دوبت وتوهت الدقيق خالص. وفي نفس الوقت احس خلاص انها اتعجنت، يعني مش محتاجه بقى سوائل كتير. تمام كده. العجوه زي ما قلت لكم انا علشان اطريها واعرف اشكلها بزودها دقيق، بزودها سمنه. بس يبقى انا هزود العجوه هحط لها حوالي حسب الكميه بقى. فانا معايا 2 كيلو من العجوه زي ما قلت لكم فهحط لهم حوالي ربع كوبايه من السمنه او 3 معالق كبار كده من السمنه علشان بس اطريها. هنا بقى كنت خلاص خلصت بس في العجينه والعجينه بقت تمام معايا بقى. خلاص هبدا بقى احط اللبن وابدا المها. انا ما بعجنش خالص، انا بلم زي ما انتوا شايفين كده بنلم العجينه بس لحد ما الاقي العجينه معايا يعني اخد منها قطعه كده اكورها في ايديا الاقيها مش مشقه كده. يبقى العجينه بتاعتي جاهزه خلاص ان انا ابدا اشتغل بيها. طبعا بقى هفضل كده احط بلبن لحد ما الاقي العجينه بدات تلم معايا خالص.
انا زي ما قلت لكم مش بنعجن، انا يا دوب بلم العجينه بس بايديا كده. هنا كنا بنحط باقي اللبن لان العجينه كانت لسه عايزه لبن زي ما انتم شايفين كده. بس هنبدا بقى نلمها. طبعا زي ما قلت لكم نحط اللبن اللي هنحطه شويه بشويه، علشان او مقدار اللبن او الماده السائله حتى لو ميه شويه بشويه، بس يفضل لبن علشان حسب نوع العجينه وحسب العجينه ما تلم معانا، يعني عشان ما تعجنش معانا قوي ونرجع ندور نحتاج دقيق او لا. بكره بقى ان شاء الله باذن الله وقفه عرفات، كل سنه وانتم طيبين. هستنى بقى كلكم كده تدعوا لي دعوه حلوه منكم بصلاح الحال، وان ربنا يوفقني في اللي جاي ويسترها معايا وييسر لي كل امر صعب يا رب. ولكم بالمثل، ويا رب ربنا يرزقكم رزق، يرزقنا ويرزقكم رزق حلال يا رب مبارك فيه، من حيث لا ندري ولا نعلم ولا نحتسب، اللهم امين. بصوا هنا بقى العجينه بتاعتي كانت خلاص لمت خالص معايا اهي وبقيت جاهزه. هنبدا بقى نفرد فيها على صينيه عندك، على الرخامه، زي ما انت تحبي بقى. بناخد قطعه كبيره كده بنلفها رول وبفردها وبحط العجوه وبرجع اتنيها نصين على بعض او اقفلها كويس جدا، ويا دوب اديها تبطيطه كده بس اظبط الشكل اللي انا عايزاه والحجم اللي انا عايزاه وابدا اقطع. نقطع بقى بسكينه، نقطع بالقطاعه زي ما تحبي، وببدا ارص في الصاجات على طول اللي انا بخبز فيها، لان انا لسه هتخمر تاني معايا. يعني انا ما بخمرش العجينه اول مره، العجينه انا بعجنها وبخلصها وبتلم معايا خالص كده وبتبقى جاهزه خلاص. ببدا اشتغل فيها، يعني بسيبها حوالي بس 10 دقايق كده تريح على ما احضر الصاجات او الصواني اللي هخبز فيها، وبعد كده ببدا اشكلها زي ما انتم شايفين. انا بخلي التقطيعه متوسطه، يعني مش كبيره ومش صغيره. بصوا هنا انا فردت قطعه كده من العجين رول، وبعد كده بططتها او فردتها كده مستطيل او اسطوانه كده، وببدا افرد العجوه. هنا الولاد كانوا طالبين ان العجوه تبقى زياده شويه، فكنا مكترين العجوه المره دي فيها. فبفرد العجوه كده علشان اللي ياخد قطعه من القراقيش تبقى كلها عجوه، ما يبقاش في النص بس، تبقى مفروده بقى في القراقيش كلها كده. طبعا في طريقه جديده ممكن تعمليها للقراقيش، بس بصراحه انا ما جربتهاش المره دي، بس هجربها معاكم في فيديو تاني ان شاء الله او مره تانية. ان احنا ناخد قطعه من العجينه بنفردها كلها كده في الصاج اللي هنخبز فيه او في الصينيه اللي هنخبز فيها، وبفرد العجوه عليها وبحط طبقه تانية واقفلهم كويس وابططهم كويس مع بعض، وابدا اقطعهم كده بالطول واعملهم صوابع زي البسكوت. ولما بتتخبز بتبقى معايا بقى قراقيش، هي نفس طريقه القراقيش، بس دي تقطيعه جديده ليهم مش اكتر. هنا بقى بقفل بقى العجينه بتاعتي على العجوه كويس جدا وبظبطها كويس، بخليها كلها مقاس واحد. تمام كده علشان يبقى كلها حجم واحد، يعني التقطيعات كلها تبقى نفس المقاس. وهبدأ بقى اقطع بالقطاعه زي ما قلت لكم. وفي ونخلي بالنا ان احنا يعني نقطع ونرص على طول في الصواني اللي هتدخل الفرن، علشان لما العجينه تخمر معايا بعد التقطيع واجي اشيلها الخمر بتاعها بيهبط او بتهبط معايا تاني، فمش هتبقى حلو. فنرص على طول في الصواني اللي هنخبز فيها وبنركنها حوالي نص ساعه كمان بتخمر. اول ما الاقيها انتفخت كده او نفشت زي ما بيقولوا كده، يبقى العجينه فشت كده، يبقى جاهزه معايا للتسويه. بصوا هنا التقطيعه، شكل العجينه ما شاء الله اللهم بارك. هنا كنا عملنا شويه منهم قرص كده زي ما انتم شايفين برضو بحشوه العجوه. الكميه ما شاء الله، يعني ما شاء الله اللهم بارك، كانت كميه كبيره بألف هنا يا رب. هنا بقى احنا كنا خلاص خلصنا ورصيناهم كده كلهم في الصواني اللي هنخبز فيها على طول، في الصاجات بتاعه الخبز على طول. شغلنا الفرن بقى، بنخبز على درجه حراره متوسطه. هنا طبعا الفرن دوت شغال من تحت ومن الجوانب كده زي ما انتم شايفين على نار هاديه. وادي ده اول صاج بقى طلع. بصوا التسويه بتاعته ما شاء الله من فوق
واخد لون حلو قوي من تحت، طعمه حلو جدا. طبعا انا قلت لكم ان انا عايزاه دايب شويه، فانا عامله الكميه كلها او مقدار المواد الدهنيه كلها سمنه. هنا بقى بصوا شكل القراقيش بتاعتي، اللهم بارك ما شاء الله، حاجه كده يعني تحفه، طعم وريحه. طبعا احسن بكتير من اللي بنجيبه من بره. وعيد يا رب علينا وعليكم كده مبارك وسعيد، وربنا يبلغنا واياكم وقفة عرفات، ويحقق لنا يا رب وانتوا كل اللي بنتمناه وكل اللي احنا محتاجين ان ربنا يحققه لنا. وده بقى كان فيديو النهارده، اشوفكم بقى في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين.